بالنسبه لموضوع مها الصغير المنتشر اليومين دول على السوشيال ميديا، انا شايف الموضوع من زاويه مختلفه تماما، وخليني اشرح لكم. وللي ما يعرفش سريعا، مها الصغير طلعت مع منى شاذلي في البرنامج وعرضت بعض اللوحات قالت ان هي رسمتها، وبعد كده ظهر اصحاب اللوحات الحقيقيين واثبتوا ان هم اصحابها وان هي مش بتاعت مها يعني. وطبعا الموقف دوت يعني غير مقبول ومرفوض تماما، لكن زي ما قلت لكم انا شايف الموضوع من زاويه مختلفه تماما، وخصوصا بعد ما طلعت الفنانه الالمانيه كارولين صاحبه اللوحه الاخيره وقالت في بوست على الفيسبوك حرفيا ان هي لا مشهوره ولا غنيه وبتشتغل شغلانه صعبه جدا عشان تصرف على اولادها، وكان نفسها ان الناس تشوف فنها ولوحتها. وطبعا بعد الموقف ده اعتقد ان ناس كتير قوي جدا دخلت وشافت لوحتها وشافت صفحاتها على الفيسبوك، وده بالنسبه لها يعني اداها انتشار واداها شهره واداها فلوس. ده نفس اللي قالته الفنانه الدنماركيه ليزا صاحبه اللوحه الاشهر، بعد ما طلعت وقالت ان هي سامحت مها الصغير على الموقف اللي حصل، لان الموقف جاب لها ملايين من الناس شافوا لوحتها وشافوا الفن بتاعها وزاروا الصفحه بتاعتها، وده طبعا بدوره جاب لها مشاهدات ومتابعين اكتر وفلوس اكتر، فبرضه الموقف فادها ما ضرهاش. واعتقد ان ده برضه حصل مع الفنان الفرنسي صاحب اللوحه الثالثه، يعني الموقف فادهم ما ضرهمش. فسبحان الله على تدابيره، الموقف ده المفروض ان هو يضر الفنانين دول، بالعكس كان فايده ليهم وضرر على مها، يعني هي كانت عايزه تستفيد من الموقف دوت بقى ضرر عليها. فسبحان الله ما تعرفش انت الفايده هتجيلك منين والضرر هيجيلك منين.